السلام عليكم غزالاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم غدوزوا معايا النهار ديالي كامل روتيني اليومي كيف كيجوز عندي. غدا نشارك معكم وصفات رائعة طبيعية ومجربة ومضمونة البنات، وكتعطي نتيجة من أول استعمال. قماج رائع غزال. غنشارك معكم كذلك ماسك ديال التبييض وشد البشرة ديال الوجه وإزالة التجاعيد. غنشارك معكم كذلك الوصفة ديالي ديال الدجاج المحمر كيف كندير ليه، وغنشارك معكم حسوة بالعشوب كتجي سخونة في هاد البرد، وبطبيطات اللي عامرين لذاذين كيجيو البنات صدقوني. كاع هاد الوصفات اللي غنشارك معكم غزالين، جربوهم على ضمانتي وترحموا لي عليهم الوالدين. اول حاجه البنات غنبدا لكم بالحسوه. كيف كتشوفوا معايا درت الزيت العود ودرت الكمون وغندير ودرت الملحه ودرت البزار، وعندي هنا الفوه والصرغينه البنات مدقوقين. غادا نعاود نصفيهم. غادي ناخذ البنات شويه ديال حب رشاد وشويه ديال النافع. هاد الحسوه البنات راه كتجي سخونه لهاد البرد وفيها منافع كثيره، راكم كتعرفوا حب رشاد والمنافع ديالو هو والصانوج، والكمون حتى هو راه زين في هاد البرد. كيف كتشوفوا معايا درت زيت الزيتون مع المكونات اللي عطيتكم. غادي نخلي الماء ديالي حتى يغلى عاده باش غادي نضيف الدشيشه. كديروا يا اما الدشيشه ديال الشعير يا اما السميده اللي بغيتو. انا كانت عندي الدشيشه ديال الشعير هي اللي غادا ندير. هاد الحسوه البنات كتجي رائعه. غندوز باش نخدم العجينه ديالي التعجن ليا. درت الفورص ودرت القمح سبيسيال كيف كتشوفوا معايا والخميره والملحه وشويه ديال السكر سنيده. كلشي كيعرف العجينه تبارك الله. صافي غادي نخلي العجينه ديالي تعجن. غادي نزيد غير الماء اللي يكون سخون ونخدمها على حسب الوقت اللي بغيت باش تدلك ليا مزيان، وما ما تخليوهاش ما تجيش البنات قاصحه، تجي مرخفه شويه باش البطبوط كيجينا مفشفش وكيجي زوين وخفيف. كيف كتشوفوا معايا انا غادي نديرها على 16 مينوت او لا ربع ساعه على حسب اللي بغيت. كيف كتشوفوا معايا درتها على 17 و 24 دقيقه. صافي غادي نخليها تدلك ليا العجينه مزيان، وغادي ندوز نشارك معكم العماره ديال البطبوط. خديت البنات الشحمه ديال الكلاوي حكيتها في الحكاكه. الشحمه ديال الكلاوي راه عرفتوها كتجي خطيره، والبصله حتى هي مشلده رقيقه، والفلفله حتى هي، والقزبر والمعدنوس. وغادي ندير التوابل كيف شفتوا معايا الكمون، تحميره، الخرقوم، سكنجبير. غادي ندير شويه ديال المساخن والقزبر يابس والملحه، ومن بعد غادا نضيف زيت الزيتون. صافي هادو هما المكونات. كانت عندكم شويه الهريسه مطحونه كديروها راه كيجي غزال بالحرور. وغادي تضيفوا كذلك حتى الثومه بودره كيف شفتوا معايا. انا هنا عاود زدت البزار، وكيف شفتوا معايا درت شويه ديال المساخن غير شوي. غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم ونضيف لهم زيت الزيتون. عرفتوا البنات هاد الحشوه راه كتجي لذيذه 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 في البطبوط بزاف، ما كنطيبها ما والو. صافي العجينه ديالي من بعد ما غادي تدلك غادي نخليوها ترتاح تخمر لينا مزيان، والحشوه ديالي راه هي وجدتها. هنايا البنات الحسوه ديالي من بعد ما طبخات مزيان في هذاك حب مع حب رشاد والنافع، تلقوا دوك المنافع ديالهم. صفيتهم على ود وليداتي ما كيبغيوش ليا داك حب رشاد والنافع في الحسوه، ما كيشربوهاش الا كانوا باينين.
صفيتها على قبل ولادي باش يشربوها ليا. هذاك حب رشاد النافع اللي حيدته البنات غادي نعزلو، وغادي نضيفو الحسوه من بعد ما نقسمها على جوج. غنحيد ديال وليداتي اللي بلا اللي ما يجيش باين فيهم داك حب رشاد النافع، وديالي انا وراجلي غادي نزيد نضيف ليه هذاك حب رشاد النافع باش نستافدوا منه. هنايا البطبوط ديالي من بعد ما عمرته قرصته كيف كتشوفوا معايا، غادا نغطيه عليه ونخليه يخمر عندي جانبا. غير يخمر البنات غادي نطيبو، راه كيجي لذيذ 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 بزاف. بيد ما نعمر كويس ديال اتاي. الحسوه ديال وليداتي ها هي كيف كتشوفوها، ما كيجيش باين فيها داك حب رشاد النافع، ولكن راه كيطلقوا النسمه ديالهم والفوائد ديالهم. البطبيطات جاو غزالين البنات، شوفوا اللوين ديالهم كيف داير ذهبي بهذيك المعلقه السنيده اللي درت. والحشوه راه جات لذيذه بزاف، رافقته هنايا مع كويس ديالاتي. اش غنقول لكم، جربوه على حسابي وردوا عليا الخبر، راه كيجي غزال ومفشفش. غير العجينه كيف قلت لكم ما تكونش قاصحه، تكون مرخوفه شويه. صافي هنايا وجدت البطابيطات ديالي، حطيت معاهم كويس ديالاتي كيف قلت لكم. وبالنسبه للحريره ديالي انا وراجلي من بعد ما ضفت ليها حب رشاد النافع كيف كتشوفوها هي، راه ما ضفتش ليها هنايا الحليب، راجلي ما كيبغيش الحسوه بالحليب. صافي غادي ندوز نوجد معكم واحد الدجاجه غزاله مقومه من داك الشيء الرفيع، كتجي لذيذه البنات. بالنسبه للتوابل اللي درت لي انا نخليهم لكم مكتوبين هنايا. بالنسبه للقشاوشي ديال الدجاج غنطيبهم بوحدهم، والدجاجه غادا نطيبها بوحديتها. الطريقه اللي كندير انا في الدجاج غادي تشوفوها معايا مرحله بمرحله ان شاء الله. صافي هنايا غادي نزيد نضيف واحد عصير ديال نصف حامضه على التوابل اللي خليت لكم مكتوبين هنايا جانبا. الدجاج البنات من طبيعه الحال راني غسلته بسكنجبير والحامض والخل ورقدته مزيان، وبيت الدجاجه في الفريغو ليله كامله. زدت هنايا البنات المروزيه ديال الدجاج، كاينه المروزيه اللحم وكاينه المروزيه الدجاج، غادي نديرها حتى في القشاوش ديال الدجاج. بالنسبه للدجاجه ديالي شديتها دورت عليها الخيط بهذا الشكل هذا، وغادي نضيف الماء الكافي فاش غادا تطيب ليا. هاد الطريقه ديال الخيط البنات كندور على الدجاجه باش ما كتطرطق، ما كتجيني سهله ملي كنبغي نهزها هكا ما كتحل ليا ما والو، تتبقى الدجاجه صاينه. بالنسبه للزيت ما غاديش نضيفها دابا البنات حتى يقرب يطيب عندي الدجاج عاد نديرها. صافي هنايا البنات غادي نخلي الدجاجه ديالي طيب على عافيه اللي تكون متوسطه. كيف قلت لكم الزيت ما نضيفها حتى يقرب يطيب عندي الدجاج. انا الدجاجه ديالي من بعد ما طابت كيف كتشوفوا راه ما خارج لا دم لا والو، غادي نزولها نخليها جانبا. وبالنسبه للمريقه اللي بقات عندي كيف كتشوفوا غادا نقسمها على جوج. النص الكثير غادا نصفيه كيف غادي تشوفوا معايا، والنص اللي غيبقى عندي غنضيف ليه ديك البصيله مليحه بزار وشويه ديال المروزيه وزيت الزيتون، ونخليو ديك البصيله تشحر مزيان تتعسل. هذيك المريقه اللي زولت النص الكثير غنصفيها بهذه الطريقه باش المريقه تجيني خاتره وعاقده، وغادي نضيفها على القشوشات ديالي. خديت من ديك المريقه واحد المعلقه ديال المرقه ضفتها على داك الزيتون. صافي غادي نخلي الطبخ هاد المرقه حتى تختار عندي هي باش غنمرق الدجاج. راه كتجي المرقه خاتره وعاقده ولذيذه ما تشبعوش منها. البصله ديالي من بعد ما تعسلات كتجي على هاد الشكل، راه كتجي لذيذه بزاف. والدجاجه البنات راه جات رائعه. عمركم شفتوا اللي كيشكر راسو؟ هي انايا قدمتها مع شويه ديال الفريت على ود وليداتي، والله البنات الا جا لذيذ لذيذ لذيذ. جربوا هاد الطريقه اللي درت وردوا عليا الخبر. صافي حطيت الغديوه ديالي انا وليداتي وراجلي، وتغدينا بصحتنا وراحتنا غدانا. سمحوا لي الا شهيتكم حقكم في الجنه. غادي ندوز باش نحضر معكم
وصفة رائعة، واحد الماسك خطير البنات. من طبيعة الحال ما نساوش راسنا، واخا كنطيبو واخا نشقاو واخا عندنا وليدات، ضروري نتهلاو في الحالة ونتهلاو في البشرة ديالنا ويدياتنا. خديت هنايا البنات معلقة ديال بذور الشيا، وضفت ليها كاس ديال الماء العنبه. غادي نخليها طبخ عندي فوق النار على عافيه مهيله، ونحركها مره مره حتى تطلق داك الجيل ديالها، عاد باش نستعملوها في الماسك اللي غنشارك معكم ان شاء الله. قبل البنات ما نضيفوا، قبل ما نوضعوا داك الماسك على البشره ديالنا، ضروري لينا من التقشير. غادي ندير هاد المقشر هذا اللي كيتكون من السكر سنيده والكوك وزيت الزيتون. عندكم البنات هاد زيت البندق ضيفوها، ما عندكمش اكتفيو غير بزيت الزيتون راه كافي. صافي هنايا غادي نضيف الزيوت ديالي، وغادي نحرك الكوماج ديالي بمعلقه مزيان مزيان حتى ينسجموا لينا العناصر، وغادي نطبقوا على يدياتي وعلى وجهي حتى هو، وغادي نخليوه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، عاد باش ندوزو باش نيطويو وجهنا ويدياتنا بالجيل اللي كتستعملوا نتومايا او اي صابون. المهم يكون صابون اللي زوين البشره، ويكون في نفس الوقت كيعطينا داك الترطيب للبشره ديالنا والنضاره للبشره ديالنا. انا غنشارك معكم الجيل اللي كنستعمل. غزال كانت خرجت ليا اخصائيه في طبيبه اختصاصيه في الجلد، الصراحه وافقني بزاف بزاف، وهو اللي كنستعمل. كيف كتشوفوا معايا غادي نقوم يدياتي وغادي نقوم حتى وجهي مزيان، ونخلي هاد الكوماج 10 ديال الدقائق ونغسلو، ومن بعد نرجع معاكم. بالنسبه للماسك البنات غادي نحتاجو ليه الشوفان. غادي ناخد القياس اللي انا محتاجه ليه، غادي نطحنو مزيان حتى يولي عندي على شكل بودغ. غادي نحتاجو واحد المعلقه تقريبا كبيره ديال الشوفان. انا غادا نطحنو، انا كيعجبني نطحن هادشي بيديا، كنتاكد من انه مزيان، حاجه اللي على اليد ماشي بحال الا شريتيه مطحون. راكم عارفين البشره ديالنا وجهنا كاع تيكون حساس، فمن الاحسن توجدوا كلشي في الدار ديالكم. صافي غادي نطحن الشوفان ديالي. وبالنسبه للبذور الشيا، من بعد ما طلقات ليا الجيل ديالها مزيان كيف كتشوفوا، غادي نهز منها واحد المعلقه اللي غادي ندير لوجهي ويديا، والما باقي غادي نديرو في واحد البواطه ديال الزاج اللي بحال هكا كتكون كتغطى وغطاها محكم، وغادي نديرها في الثلاجه الوقت اللي بغيت الماسك نجبدها. صافي غادي نزيد واحد المعلقه ديال النيدو على بذور الشيا، وغادي ندير كذلك معلقه صغيره ديال النشا الذره. عرفتوا البنات هاد الماسك خطير، عرفتوا كيصفي لكم البشره. وبالنسبه للتجاعيد اللي يلاه بادينهم التجاعيد، راه كيزولوا التجاعيد مع المداومه من طبيعه الحال. وغادي نحتاجو كذلك لدانون مسوس واحد المعلقه، غنخلطوا الكل مزيان ونضيفوا معلقه كبيره ديال الشوفان مطحون. كيف قلت لكم البنات هاد الماسك كيبيض بواحد الطريقه، زوينه بزاف. تلاحظوا داك اللمعان في الوجه، والوجه ديالكم اللون ديالو توحد. وهذيك بذور الشيا راه المنافع ديالها كثيره بزاف. دخلوا كتبوا منافع بذور الشيا للبشره وتشوفوا اشنو غيخرج لكم، راه عندها منافع كثيره. وبالنسبه للشوفان راكم عارفينه خطير في التبييض، هو والدانون طبيعي كذلك، ونيدو حتى هو والنشا. فجميع المكونات الا تلاقاو مع بعضياتهم طبيعه الحال راه غيعطيوكم واحد الريزولطا اللي غزاله بزاف.
نتمنى تجربوا هذا الماسك وتردوا عليا في التعاليق كيف جاكم. صافي هنايا غادي نطبق الماسك على بشرتي اللي نقيه سبق ليا غسلتها كيف قلت لكم. غنطبقوا على يدياتي ووجهي بهذا الشكل ونخليوه حتى تشرب لينا لابو هذاك الماسك مزيان، يبس لينا مزيان عاد باش نغسلوه بالماء يكون دافي. صافي ما تعاودوش تستعملوا حتى شي جيل اللي نيطوايو به وجهكم ولا يديكم، صافي بلا ما تعاودوا تستعملوه، باش هكا لابو كتبقى لينا فيها دوك المنافع ديال الماسك وكتزيد تستافد منهم اكثر. صافي غادا نطبقوا على يدياتي ووجهي ونغسلو بالماء اللي يكون دافي ونعاود نغسلو بالماء اللي يكون بارد، وتشوفوا النتيجة راه مبهرة. على ضمانتي جربوها البنات كيف قلت لكم عاد حكموا. صافي غادي نخلي الماسك ديالي على يدياتي ووجهي حتى يبسوا ليا مزيان ينشفوا عاد باش نغسلهم، وغادي ندوز باش نحضر الحويجات اللي غادي نلبس من وراء الدوش. كيف قلت لكم ما تنساوش راسكم، ديما كنقولها لكم تهلاو في راسكم. كيتبدل لكم المورال، كتكون عندكم الخاطر. والدوش البنات صراحه الدوش الا كان يوميا راه كتحسوا بواحد الراحه، داك التعب ديال النهار ما كتحسوش به نهائيا، والغد اللي كتعاودوا تبداو نهاركم نهار جديد. ماشي بالضروره تغسلوا شعركم يوميا، تقدروا تغسلوا شعركم غير مره في 3 ايام. وبالنسبه للدوش تاخذوه يوميا راه كيريح الجسم ديالنا بزاف بزاف، وكتبقى فينا رويحه اللي هي زوينه من طبيعه الحال. خديت هاد البيجامه البناتيه اللي غادي نلبس اليوم، وديودورون طبيعه الحال وكريم غندهن به وجهي، وكذلك غادي ندهن حتى الفيم ديالي. بالنسبه لاكام اللي غنستعمل اليوم ديال فيكتوريا سيكريت لوف سبيل، هاد لاكام هادي ريحتها كتحمق في خويتي، غزاله البنات فنيونه الريحه ديالها، جربوها حتى هي راه غزاله بزاف. صافي هنا نكون وصلت معكم نهايه ديال لا فيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وتكونوا استفدتوا من بعض الوصفات اللي شاركت معكم وتجربوهم. اهم حاجه انكم تجربوهم وتردوا عليا في التعاليق. ما تنسونيش من اللايك وشي تعليق اللي يكون محفز وبارطاج القناه. بسلام عليكم، خليت لكم الراحه.